يا جماعة بيسان اسماعيل مش بتقلد الشامي بشكل عادي، لا دي بتشف منه حرفيا. ليه الأقاويل اللي طالعة دلوقتي كلها بتأيد ان بيسان اسماعيل والشهرة اللي فيها والنجاح اللي هي محققاه من أغنيتين بس نزلتهم اللي مكسرة الدنيا بيهم حرفيا بتقلد الشامي؟ وليه كلهم كل ما بتنزل حاجة بيقولوا لها انت بتشفي من الشامي؟ بمنتهى البساطة مش هنقدر ننكر نجاح الشامي وان هو خلق كده زي نوع جديد من المزيكا بالحاجات اللي بيدخلها، بالفلوهات المختلفة اللي بيدخلها جوه الأغنية، بان هو اخد فولكلور شامي قديم وابتدى ان هو يجدده بطريقة مزيكا جديدة من موهبته في الكتابة، وان هو ياخد الكلام اللي هو كاتبه اللي ممكن ما يكونش ليه قافية قوي ووزن قوي ويبتدي ان هو يغنيه بالشكل ده ويأثر في كل الطبقة دي، لدرجة ان اكبر طبقة بتتابعه واكتر طبقة بتحبه هي السن اللي هو ما بين 12 سنة لحد سن 23 سنة. يعني معنى كده ان هو مستهدف طبقة التينيجر او الفئة دي. يبتدي الشامي ينزل اغنية ورا تانية وكل اغنية تحقق نجاح اكبر من الاغنية اللي قبلها، لدرجة انه لما بينزل الاغنية دلوقتي في اول يوم بتكون جايبة ب3 ولا 4 مليون، ارقام مش معقولة. يعني فترة كده ابتدت بيسان اسماعيل بعد ما هي كانت بتدندن كده في اللايفات بتاعتها بتغني شوية حاجات مع اصحابها، وفعلا صوتها كان مقبول جدا للناس، بس ما كانتش محققة قوي نجاح في حتة الغنى دي. كانت ناجحة اكتر في حتة الانفلونسر اللي بتعمل اعلانات لشركات ميك اب وغيره وغيره. بس فجأة ابتدت ان هي تنزل الاغاني والاغاني بتاعتها حطمت الارقام. يعني مثلا الاغنية الاخيرة بتاعتها بتاعة الحربين اللي هي نزلتها جابت في اول اليوم 6 مليون مشاهدة، وده رقم ممكن ما يجيبوش امنا. وهنا نيجي للسؤال واللي هو بسأله لكم برضو، هل بيسان اسماعيل بتقلد الشامي ولا ده نوع مزيكا ما ينفعش ان احنا نقول ان هو احتكار على حد وان حد بيقلد حد فيه؟ احنا دلوقتي هنعمل حاجة بسيطة قوي، احنا هنجيب شوية اغاني للشامي ونبتدي نحللها، ونجيب الاغنيتين اللي عملتهم بيسان ونبتدي نحللهم ونحطهم جنب بعض. هل فعلا هي بتشف وبتقلد منه علشان النجاح اللي هو نجحه، ولا ده نوع مزيكا شامي مشترك لازم يكون بالطريقة دي؟ بالنسبة لي طفرة الشامي او ظهور اللون الخاص بالشامي ظهر من اغنية صبرا، ودي بجد من احلى اغاني. فتعالوا كده نفتكر شوية اجزاء من اغنية صبرا وبعد كده نشوف اغنية الاولى لبيسان اسماعيل. اهم حاجة سماعاتكم تجيبوها علشان تعرفوا تفهموا بصدق وشفافية. يا جميل الروح يا ملفت يا زار الخدين، صورة 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 لروحي وربي يعلم صبرة، كل عيونك عم قاتل وانت عيونك تقتلني، لو انت روب انا لي كمان، لو انت صوت انا لي كمان. خطيرة يا جماعة. تعالوا بقى نسمع أول أغنية نزلتها بيسان اسماعيل. الأغنية اسمها خلي. انت مش محور هالكون، انت الكون بذاته، مهور امان بغربان، وين انهل لا طير جرح انا ولا جناحي مكسور، يا خلي خلاني وين هالغوالي، نشفت دموع العين عم حارب لحالي انا عم. ودلوقتي نسمع آخر أغنية نزلها الشامي واللي عاملة ترند ومكسرة الدنيا، أغنية دكتور. عيوني حرب حباب رميتني لحصاني ويا مناخية، أبوك الأصناني ويا وين وشوفوها، يلا يلا دكتور بي الوجع راح ما رجع والنور بي انطفى حنون. الأغنية لبيسان اسماعيل واللي مكسرة الدنيا واسمها الحربين. وشفت الغدر بعينيك سواد وغطى العيون، وينك يا كل الكون بهجرك خيبت ظنون، داري يا دموع العين، دمعي حرق الخدين، عادي لو حرب اتنين بربح انا الحربين، داري يا دموع العين، دمعي حرق الخدين بربح انا الحربين. هنقيم بشكل حرفي فلا هي مش بتقلده، هو ده زي ما تقولوا نوع مزيكا مودرن للمزيكا الشامية، لكن الستايل بتاع تغيير الفلوهات في الأغنية وان هي بتغني القرار وبعد كده تدي الجواب والحاجات التقنية البسيطة دي ليها طبعا شابه كتير جدا لأغاني الشامي، خاصة ان هو ابتدى حبة حاجات كده في الأغاني ودي اللي محببة قوي الناس فيه. طيب دي أول حاجة. تاني حاجة الأغنية التانية بتاعت الحربين دي لو هتسمعوها كويس أو سمعتوها من البداية للنهاية هتلاقوها ماشية بنفس السيكونس اللي
بيمشي بيه الشامي في الاغاني. علشان كده الاغنيه دي اول لما نزلت كسرت الدنيا بشكل مش طبيعي. تخيلوا انتوا بتسمعوا نسخه انثويه من الشامي، غير ان هي جميله ولذيذه ومشهوره اصلا، عندها عدد فولورز كبير جدا، ده غير ان فعلا الفئه اللي بتتابعها او السن اللي بيتابعها برضو نفس السن اللي بيتابع الشامي، اللي هو التينيجر، المراهقين، الناس اللي هم من سن 12 سنه لما فوق. فهي برضو عرفت تستهدف الطبقه دي كويس جدا. بس هل نقدر نأكد ان هي بتقلد الشامي او بتسرق من الشامي او بتشف من الشامي؟ دي طبعا حاجه مش حقيقيه اطلاقا. لا، هو نوع مزيكا بيتشابهوا فيه، لكن هي ليها برضو بصمتها، ليها طريقتها، ليها صوتها، في شويه تشابه في الطريقه بتاعه مشيان الاغنيه، من تغيير القاع بتاعها، من طريقه الغنى اللي برضو فيها نفس التشابه شويه مع الشامي. لكن هي مش بتقلده، هي اخدت طابع او البصمه اللي الشامي اتشهر بيها او اللي استهدف بيها الطبقه دي، وابتدت ان هي تغني بيها، وفعلا هي لايقه عليها جدا. عايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر اغنيه بتحبوها للشامي، واكتر اغنيه حبيتوها لبيسان اسماعيل، وهل فعلا انتم مقتنعين ان هي بتقلده، ولا ده فعلا تشابه مزيكا، ولا ايه بالظبط؟ محتاجاكم تشاركوني اكتر وتقولوا لي عايزين نتكلم عن ايه في الفيديو اللي جاي. طبعا مش هوصيكم ان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناه، عشان ان شاء الله الفتره اللي جايه هتنزل فيديوهات تاني كتير وتكون عن موضوعات احلى، هاخد رايكم فيها ونبتدي ان احنا نتكلم مع بعض اكتر. باي باي.